تيا مشكلتها ابتدت لما أبوها طلق مامتها وهي صغيرة، وكانت متعلقة جدا بإن لازم أبوها يكون معاها. كانت بتسأل عليه باستمرار، رغم إن أمها حاولت إن هي تعوض النقطة ديت باهتمام وإن هي ما تحرمهاش من أي حاجة، ولكن واضح إن مامتها كانت بتحاول ان هي تعالجها من زمان، بس برضو سير عدم وجود الاب فضل معلم معاها جدا. اللوحة اللي عند تيا او البورد اللي عند تيا في ظهر المكتبة بتاعتها شكلها بشع وتفاصيلها صعبة بكتير. مامتها بتخبط عليها فبتقوم تقول لها ثانية واحدة انا بغير، وبتعدل تاني المكتبة وبتروح تفتح الباب، ومامتها بتسألها انت هتروحي تاني تقعدي عند باباكي؟ فبتقول لها ايوه هروح اقعد عنده يومين، خليني اروح واجي كده علشان انا ببقى مرتاحة برضو وانا هناك. المهم مامتها بتقول لها تيا انا عايزاكي يا حبيبتي تبقي معايا، انا مش عايزاكي تبقي حاسة ان في حاجة ناقصاكي، لو في اي حاجة اقدر اعملها هعملها. فتيا بتقول لها انا مش هرتاح غير لما نبقى كلنا تاني نتجمع في بيت واحد. وقتها مامتها بتقول لها تيا انت كده بدأتي تخوفيني. فتيا بتقوم سايباها وتقول لها انا غلطانة ان انا قلت لك اي حاجة، وبتسيبها وبتمشي. بعدها هنا لما بتبقى قاعدة في البيت ما بتبقاش لسه قالت لهم اصلا اللي حصل ما بينها وما بين حازم اخر مرة. اختها بتيجي وبتقعد جنبها وبتسألها عن حازم وايه اخبارهم، ولكن هنا دايما بقت بتحاول تبعد نادين عن حياتها الشخصية تماما خلاص كده. فهي بتقول لها لو انتوا متخانقين انا ممكن اكلم حازم مصلح ما بينكم. قالت لها لا احنا ما فيش حاجة، ولو احنا متخانقين هبقى اقولك. وبعدين بتخرج علشان تطلب فلوس من باباها ان هي تروح الكلية. فمامتها بتقول لها لا مفيش فلوس، انت مش بتشتغلي في الرسم، خلاص اشتغلي بقى واصرفي على نفسك، احنا محتاجين دلوقتي فلوس، اختك عيانة وبندور لها على متبرع، معلش اصل اختها طلعت واطية. فهنا بتقوم سايباهم وبتمشي. هنا الاب والام غلط، هم غلط من الاول خالص اصلا في التفرقة ما بين اختين او ما بين اولادهم. اوعوا تفرقوا ما بين اولادكم ايا كان، لان نتيجتها صدقوني صعبة جدا جدا. كل طفل بيبص لاقل حاجة راحت لاخوه وما جاتلوش. ازرعوا فيهم دايما ان هم يحبوا الحاجة اللي تبقى معاهم لاخوهم زيها بالظبط، حتى لو انتوا اللي بتدوا الحاجة دي لواحد بس. بعد كده يونس بيكون مع نعومي في المستشفى، وان هي بتكون طلبت منه ان هو يجي لها تاني يوم يقعد معاها علشان تكلمه وتحكي له الحقيقة، ولكن يونس برضو بيبقى مقتنع ان لا، فلا يا نعومي انا مش مصدقك. ولكن بتفضل تحاول ان هي تحكي له وتقول له هي معرفتش تهكر تليفونك، فاللي عملته عملت ايه؟ هكرت تليفون تلا. انا عمري ما فكرت ان انا اذيك، انا بالعكس انا لما رحت بيتك ودخلت بيتك شلت اللابتوب بتاعك وخدته وحطيت لابتوب تاني علشان خاطر انقذك. انا رحت قعدت مع تلا، انا اللي اتكلمت معاها، انا اللي كنت بحاول ان انا اخرجك من كل المشكله. بيقول لها تمام ماشي انا مستعد ان انا اصدقك، بس ايه اللي يعني انت ليه صدقتي وليه مشيتي ورا تيا وليه كنتي بتسمعي كلامها؟ قالت له علشان ما تاذيكوش، علشان ما تاذيكش يا يونس، انا غلطانه ايوه بس دي الحقيقه. في نفس الوقت هي بتكون راحت لمين؟ لاحمد اخو ادهم، بتزوره في المصحه. واللعبه بقى اللي هي كانت دايما بتعملها ان هي بتستخدم اسم نعومي يوسف كل مكان هي بتروح. زي ما راحت كده تزور احمد قالت اسمها نعومي يوسف، وراحت قابلته قال لها انت مين؟ انا ما اعرفكيش. قالت له انا اسمي نعومي، انا مرتبطه بادهم واحنا بنحب بعض وهو ما يعرفش ان انا اصلا جايه لك. انا عايزه اقول لك على حاجه، لازم تبعد عن ادهم، انت وجودك بجد في حياته بقى يأثر عليه بجد بشكل سلبي. ادهم بقى دلوقتي بياخد منشطات، حرام عليك. تعرف اصلا فلوس المصحه دي جابها منين؟ دي فلوس المنحه بتاعته. ادهم حياته بتبوظ وبتتدمر. هو بيقول لها حرام عليكي، انا مش قادره استحمل، انا ما ينفعش ان انا اسمع الكلام ده في وقت زي ده، انا بتعالج علشان اخرج واعوض ادهم عن كل اللي هو عمله وعشان اقف جنبه تاني. فبتقول له وانت من امتى بتوعد بحاجه اصلا وبتعملها؟ انت لازم تبعد عنه، فاهم؟ فبيقول لها خلاص تمام ماشي انا فهمت. بعد كده تروح الجامعة وبتقعد مع يزن، والأول بتحاول تتكلم معاه إن ملك ملهاش غيرك يا يزن، ملك بتحبك، ملك كويسة. ولكن أول ما يزن بيجيب سيرة إن ملك أصلا غلط وإن تفكيرها غلط، إن هي بتهرب من أبوها تجيلي وتهرب مني تروح لياسين، على طول بتقوله ليه هو أنت كنت فاكر نفسك إن أنت مميز عندها؟ لأ أنت زيك زي أي حد عادي. وبتبدأ بقى تسخنه بقى في النقطة دي لدرجة إن هو وهو ماشي بيشوف ملك
بيدور وشه الناحيه التانية وكانه مش شايفها تماما. بعدها بشويه بيجي عبد الله يشوفها، بيسالها فين يزن، بتقول له ده عنده امتحان. فبيقعد معاها وبتقعد تتكلم معاه وتقول له قد ايه هي اسفه على اللي حصل له دوت من نعومي، هي اكيد حاسه بيه. بس هو بعد كده اول ما بتلاقيه بيتكلم ان هو كان لازم يدي فرصه لنعومي ان هو يسمعها، تيا بتقول له لا، انت اللي انت عملته ده الصح على فكره، انت لو اي حد مكانك كان عمل كده. بعد كده ادهم بيبعت لها بيقول لها ايه ان هو مستنيها، فبتقول له ايه معلش انا لازم امشي عشان نروح لادهم. فبيقول لها قد ايه انت طيبه قوي يا تيا، حقيقي بجد يا بخت ادهم بيك، انت شخصيه يعني مفيش زيك الصراحه، انت مفيش زيك انت. المهم بتروح لأدهم وبتعرف منه ان هو في المفروض دلوقتي 3 من فريق الكشافة جايين وهيشوفوا الماتش بتاعهم وهو هيلعب. وبعدين بتقول له تمام حلو قوي، بس انت هتعمل ايه في التحاليل؟ فبيقول لها انا اتصرفت، نعومي اتصرفت لي وعرفت تحل الموضوع ده. فبتقول له نعومي ازاي يعني؟ قال لها ايوه انا قلت لها تحللي الموضوع ده وهي خلاص حلتهولي. ايه مش انتي برضو بتستغلي نعومي ترجع مامتك وباباكي لبعض؟ انا كمان استغليت الموضوع ده لصالحي وقلت لها ان انا عارف موضوع تهكير التليفونات علشان تساعدني. بعدها بتبقى غالية مع نعومي في المستشفى ولسه يونس هناك. بعدين يونس بيقول لها هاتي تليفونك، فبتقول له اتفضل. هو اصلا كده كده مقفول من ساعة ما انا جيت المستشفى، فبياخد تليفونها وبيكشف عليه على اللابتوب. فبيقول لها التليفون ده كان بتاعك متهكر. بعد كده بيقول لها هاتي تليفونك يا غالية انت كمان. فبتقول له هو بره مع الممرضة، انا سبته بره علشان خاطر نعومي هي اللي قالت لي ما تدخليش بيه الأوضة. فقام بيقول لها ايه هاتيه وتعالي. فبتروح تجيب تليفونها وبتيجي بتلاقي تيا بتتصل بيها، بتقول لها ايه ردي عليها عادي جدا خالص. فبترد عليها وبتفتح السبيكر تبدا تكلم تيا بتبدا بقى ايه كل واحد كده تخش كده ايه زي ما يكون بتدحلب له كده، انا موجوده لو عايزين تتكلموا، انا هنا والله بجد انا اسفه، انا عارفه ان انتم مصدومين في نعومي مش عارفه ايه كده من الكلام ده. فغاليه بترد عليها بتقول لها على فكره انا مش مصدقه اصلا ان نعومي تعمل كده خالص. فبتقول لها اه طبعا حقك، دي صاحبتك اكيد مصدومه فيها. فبتقول لها تيه هو مش انت اللي بعتي الكامبين بتاع حقن التخسيس المضروبه؟ فبتقول لها لا انا ما بعتش حاجه، انا نعومي هي اللي قالت لي ان هي هتقولك كده علشان خاطر بس ان احنا يعني ما تبقاش الدنيا ما بيننا قفشه وكده لما شفتينا بنقرب من بعض انا ونعومي. فبتقول لها طيب ماشي انا بس مضطره ان انا اقفل معاكي دلوقتي عشان انا مشغوله. وبتقفل معاها. وبعدين في نفس الوقت ابو نعومي بيبعت لها رساله لنعومي بيقول لها ان شاف تيا جايه المستشفى. فبتقول لهم يلا بينا بسرعه دلوقتي علشان نمشوا رايحين فين؟ ان يونس قال لها انه شاف اسمها على الفايل في عياده دكتور هشام اللي هو دكتور فرويد. فهي بتقول له انا ما اعرفش عنه اي حاجه، انا عمري ما رحت له ولا اعرفه اصلا غير هو دكتور فرويد بس اللي كان معانا في الجلسات، وكمان انا معايا سكرين شوت تثبت الكلام ده، بس انا كنت بحملها على جوجل درايف علشان تيا كانت دايما بتقلب في تليفوني فعلا بتفتح له جوجل درايف بتاعها وبتوري له السكرين ديت تمام. وبعدين بتقول له ان هي محتاجه تروح العياده وتشوف الفايل ده بنفسها. فبيقول لها خلاص ماشي يلا بينا على العياده بتاعه دكتور هشام. وتيا لما بتروح ابو نعومي بيشوفها فبيقول لها معلش مش هينفع دلوقتي ان انت تقابلي نعومي، هي في حاله صعبه قوي ومش هينفع ان انت تشوفيها. فتيا بتقول له لا انا جايه علشانك انت يا انكل، ينفع نقعد نتكلم شويه؟ بيقول لها اه طبعا يا حبيبتي اتفضلي. هنا بقى لسه ما نعرفش ناويه على ايه تيا. تنتهي احداث الحلقه. اللي لخصت الحلقه دي ومنتجتها وسمعتوها بصوتها هي فاطمه عادل، ده اللي هي انا. وما تنسوش تتابعوني لو انتوا عايزين تعرفوا باقي ملخصات الحلقات او اي ملخصات تانية. سلام.